لاعبو المنتخب المغربي يتضامنون مع أمين حارث. عبر العديد من اللاعبين المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم عن تضامنهم مع زميلهم أمين حارث الذي تعرض لإصابة خطيرة خلال مباراة فريق أولمبيك مارسيليا أمام مضيفه موناكو برسم الجولة ال15 من الدوري الفرنسي. وتضامن أشرف داري وغانم سايس ونف أكرد سليم أملاح وسفيان أمرابط مع أمين حارث الذي سيغيب عن مونديال قطر، وهؤلاء أبرز المرشحين لتعويض أمين حارث في كأس العالم. وأضحى حكيمي سفيان رحيمي وسامي مي ويونس بلهندا أبرز المرشحين لتعويض أمين حارث. الجزائري والناس مؤازرا حارث: كن قويا أخي، إنه اختبار وأنا أواثق من عودتك أقوى إن شاء الله. ولقد تفاعل أيضا المدرب السابق للمنتخب المغربي رونار مع إصابة حارث قائلا: حزن للغاية بسبب حارث، لقد كان يقدم مستويات كبيرة وسيعود أقوى من إصابته. ويرى يوسف السفري الدولي المغربي السابق سفيان رحيمي لاعب العين الإماراتي يعد أفضل بديل لأمين حارث. رؤوف خليف: توقع تألق المنتخب المغربي مقابل إقصاء باقي المنتخبات الإفريقية المشاركة في مونديال قطر. وقال رؤوف خليف لموقع الفجر الرياضي: أرى أن جميع المنتخبات الإفريقية ستغادر مونديال من الدور الأول باستثناء المنتخب المغربي الذي أتوقع تألقه في مونديال قطر.